بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود مرة أخرى لاستئناف دروس الفقه المالكي في هذا المسجد المبارك، ومع الدرس رقم 29 من دروس الفقه المالكي. أذكر إخواني الكرام بآخر الفقرات التي درسناها فيما سبق، الحلقات السابقة. شرحنا أركان أو فرائض الصلاة بالتفصيل. إذن شرحنا أركان أو فرائض الصلاة، ثم شرحنا سنن الصلاة مفصلة، ثم مستحبات الصلاة بمختلف أنواعها. ألف، درنا مستحبات الدخول في الصلاة. باء، درنا مستحبات القراءة، قراءة القرآن. جيم، درنا مستحبات الركوع. دال، مستحبات السجود. ها، مستحبات الجلوس والخروج من الصلاة. ثم شرحنا مكروهات الصلاة. ثم آخر نقطة وقفنا عندها مبطلات الصلاة. ومن بعد فيه سؤال جاء من أحد الإخوة، وشرحنا صلاة العاجز والمريض. صلاة العاجز والمريض. نعود نشرح آخر نقطة، هذه صلاة العاجز والمريض، مادام احنا رايحين إن شاء الله نستقبل شهر رمضان المعظم. نسأل الله أن يبلغنا رمضان الفضيل. نعود فقط بالنسبة لأصحاب الأعذار اللي مرضى وقذيه الكيان وظنان زميلنا راه الظل نسيف الدين. أما كنت زران القيام للصلاة ثقي ركن للقادر عليه، يعني وجوب القيام في صلاة الفريضة. تظلت الفريضة، أما الصباح نغلى الفجر الظهر العصر المغرب العشاء، ذي الواجب فنادم ذي الفرض في اللاس باش ذي فد يقوم للصلاة، لقوله تعالى وقوموا لله قانتين في سورة البقرة الآية 238، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما زال سيفدي، فإن لم تستطع فقاعدة. ونون زميرة سيفدي هذه الزال سيغيمي مدينة سيغيمي سفلا ومطرحنا وسفلا وكرسينا ميلا. فإن لم تستطع فعلى جنب. أكيد النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه الإمام البخاري رقم الحديث 1117، والإمام الترمذي رقم الحديث 372، ابن ماجه 1223، أبو داود رقم الحديث 952، والإمام النسائي رقم الحديث 1660. وفي حديث آخر يدعم هذا الحديث عن ابن مسعود، إنك إن لم تستطع أن تصلي قائمة فقاعدة. مرز مرضارا الظل سيفدي زال سيغيمي، وإلا ممسي مزمضارا فمضطجع. الحديث أخرجه الإمام الطبراني في الكبير. طيب، ربي القرآن الكريم يناد فاتقوا الله ما استطعتم في سورة التغابن آية 16. يناد اتقوا الله حق تقاته، ولكن على سبت زمرته يناد فاتقوا الله ما استطعتم. فقيس الأدلة يدبون العلماء باش تفقن باللي العبد موري زميرة لي زال سيفدي هذه زال سيغيمي، موري زميرة لا سيغيمي في يديس فعلى جنب مضطجع صافي. وذا ربنا ديال الآيات نظن آيات كثيرة يمدينا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل يوم تزمر فيه صار بغي كالفارة أكثر من تزمرتنا وسقرا يون يهلكي عروريس يهلكي زوريس نسيو بالسيف إلا قد صال سيف الدين خاطئ. ربنا وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإن يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. في كذا مرادات الله لا شوي يبغى ربي سي قراي ملي كطفغ هاد ما كان بغيو غاس دير غير من ذي الطيق خاطئ الزال ثورة خاطر سبحان الله ثورة قلا غاس الزمرتنا مي وزادر الدنيا ثاقي مزي مقر ذرقا سمطوث إزمر باد ما يهلك غاس مزي وريزمير راه غادي يزال سيف الدين
هذه الزال سيغيمين وريزمير راه في يديس يوثن تغاوسا كان ولا قارن في الفلاس يوثن تمسالت ولا قارن بنادم ما ديتش تظليث ني غام ديون واس يثمثن ثيكوالي مذان نتسفن السباس لهلاك ما يكشم سبيطر غادي يجي تظليث ثقي تغال زمادين ظاهرة ترك الصلاة عند الاستشفاء، يعني في المرض في المستشفى عند هكا بالنسبة ليه نورمال، يعني إذا راه مريض راه في المستشفى عذر شرعي ليس عذرا شرعيا إطلاقا، ما دام هناك تخفيفات الإسقاط لمن لا يستطيع تحصيل القبلة. إما يقول خدمنا السيروم توزماو كذا يحرك يتوشو داك ويزمار يزال القبلة تسقط عنه القبلة، ماشي بالصفة يزال القبلة ورزمير لا، ما دام كاين مطرحي ورا جهه الغرب ماشي كره الشرق والزمير غراس وشد غاك الخيوط السيروم وكذا، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. إما إلا ثقي قاس تخفيف الإسقاط إلا مقارن تخفيف الإبدال ورزمير لا سوامان ستيموم ما زور ضم شطوحات يا ود داو السمثة هذه الظلة عادي. ما إلا ذي المثل ورزمير كدنيا سيف الدين سوا الدود هذه الظل سيغيمي ورزمير سيغيمي هذه الظل على جنب بشرط وريلا قرا أذيج فظل ثيس وسيني يصفر حوليس سيني من المي وغالغ سخام حليغ فغسيس فيطر أضرات رابير كلش أضغر موك تظل ثيو وني غندا يثمثن لن يمذان نسيس فيطر صزكا من المستشفى إلى المقبرة وما كانش عنده فرصة باش يقضي صلواته داين تحصان أدي فكر ربي الشفاء يموض المرة، ولكن تظلي ثالث مثلا أوري لقرا أنغفل فلاس. الآن تظلي النافلة لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة ميلا يون يزول النافلة أذي سعو نصف الأجر صلاة القائم عند القدرة وعند العجز، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم عند القدرة، وكما يزمر أذي فد ولكن يزول ستغيميث يجوز يزمر ديك شمية ونادي الظل ركعتين تحية المسجد انتظار ستغيميث ثورة النافلة بعد المغرب الزمرضان الظل ستغيميث ثورة ما تزمرض شيني الظل ستغيمي صعيد 50% نصف الأجر. ما إلا عاجز عن القيام وصليت صلاة النافلة جالسا عندك الأجر كامل. ثورة أسباب سقوط القيام في الفريضة من المدنيون كيني وتظل غير سيف ديوزمي غير لن السباث مزوروث العجز أو المشقة الكبيرة فريمي قرحي كان شوية فظلت خفيفة يعني ولكن إذا كان هناك مشقة كبيرة مانعة من القيام هذا مسوغ شرعي يسمح لك بالصلاة جالسا أو مضطجعا حسب الحال صافي تزمر ما يكسس ربي تزمر ثيون غسم الزيوض ويزمير راه غادي يظل سيغيمي نغما كتسولي مثلا تظل في كرسي ذي الجوامع عادي نورمال. الصلاة على الكراسي في المساجد جائز هكا جماعة، خاطر كان بعض الناس يقول لك علاش الجوامع معمرين بالكراسي والى اخره. طبعا جائز، ربي عطى لك الصحة احمد ربي، واللي مريض ربي يشفيه، ولكن ربي عطى له فرصة رخصة شرعية باش يصلي جالسا. والنبي عليه الصلاة والسلام ينادي إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ربي يحمل ميك ديفكا رخصة ينفضر رخصة أتتفض هكا
السبب مزورة العجز المشقة الكبيرة المانعة من القيام. السبب ويسين الخوف ما يقال لو كان ذي فد ممكن تخلي فيرتيجن يغمى عليه ذاكي يتأخر الشفاء يزمر يخدم لوبيراسيون. أسين الطبيب لو كان تزال سيف دي سوا الدوذ الشفاء يتأخر هذه ظول العلاج ينك نغ الشفاء ينك ذا الطبيب يزرع فاسأل به خبيرا ربي ند فاسأل به خبيرا إن ياك تخدم لوبيراسيون زال سيغيمي انتهى الأمر. ثلاث سبا النظام ثقع على كل حسب خفيف ولكنه معقول ما يليون يقاد لو كان هذه الزال سيف ديس يخسر الوضوء كل يوم دينا غادي يجرب كيمانيس ثيكوال تفضع بوضك بين الحمد لله ألاز مرتاح ولكن تيكوالا كحرص الحال وهذا من خصا باش تعوض الوضوء بالك تروح تصلي ثم شو يجوز باش تزل سيغيمي باش كانوا يخسر الوضوء فقط خاطر ما ثقيمه ماشي من يفدن ثقي مسألة فقهية دقيقة ولكن الخدمة يرتشي وننطر بارونتيز محاربة كما يقولوا الأخبثين يعني واحد ولا قرا أثي حرص يعني ومن تسا يتو حرص مليح أما من تسا اللي قانص قبايليث يعني نتسا ذيك فحل لا ذي نفقي حكمه حكم الكراهة ماشي الحرمة حكمه حكم الكراهة. ثورة مشاري الظل بنادم الوضعية أولا إزمر أذي سن في الحيض تجد غي يجوز أتصدقون لي الظل سلتو مثلا توري التراويح تفضل يعيا ذي السن ذا في بيليين غادي السن ذا في الحيض ولكن أمشي لي زيتاب ما لا ينوري الزميرة لا غادي الظل سيف الدين أولا غادي الظل سيغيمي يمور الزميرة سيغيمي سفلا وكرسي سفلا مطرح أمشي راه يخدم هذه الظل في ذي سيفوس على شقه الأيمن أمضني أسيني أو أذيني مولان أرثي باش وقت نصلي طبعا غسيل لك يلونجيك يعني على ظهره فعروريس نفو زوريس في رواية مثل قبيلي تعرور زور هكا هذه الظل في ذيس أي فوس يصلي على جنبه الأيمن إما إلا وري الزميرة على جنبه الأيمن هذه الظل على جنبه الأيسر في ذيس الظلمات يمور الزميرة في ذيس الظلمات هذه الظل أكا فعروريس ولكن يظهر نصغ القفلة أكا مثورة مثلا القفلة أكا استغزي العمريس بالصحة والهنا هذه الطس كان كين سن أيوه أكا وكي يظهر نصغ القفلة إما إلا وري الزميرة من باكا يزال فوع بوضيس أقرو يصغ القفلة صاحت شكرا تيوري براتيك أكا هذا صافي أدعي ذا هذه الظل في ذيس أي فوس موري زميرة هذه الظل في ذيس أظلمض موري زميرة هذه الظل كا فعروريس ولكن إظهار نيسغ القفلة ميلا وري زميرة من باغاكا فعروريس فوزور هذه الظل فوع بوضيس ولكن أقروس القفلة أما كيخدم كيما ثما كريم هكا جماعة الخير صافي في النهاية وراك رايح وتلقاو عندنا شوية مريض دي فوا لا غريب ويخلي صلاة شوية يضربوا الريح يقول لك أنا مريض أخويا ودي فوا يجيب لك الآية ليس على المريض حرج ليس على المريض حرج استموا هذا الدليل ضدك هذا الدليل هذه الآية ضدك ماشي معك ماشي لصالحك ليس على المريض حرج معنى الشرع يقول لك ما تصليش قائما راك مريض إذا ما تقدرش جالس ما تصليش جالس صلي وأنت مضطجع على جنب كما شرحنا الآن صافي إذن لا عذر لك فصليت ورتسعارة السبة باش تسيج بنادم ربي يناد
واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. أعبد ربي ألا ما ثموثض. والله يبارك لنا بعض اللطائف. بعض الناس يوفقهم ربي يتوضا ويصلي بعد شويه يموت، سبحان الله، بعد لحظات يعني 5 دقائق بعد الصلاة يموت. وكان اللي يموت ساجد كما هذه المرة الله يبارك واحد المؤمن بارك منكم اللي يسمع به مات ساجدا، مات ساجدا في السجود. وعلى بالكم الدعاء ندعو كامل إن شاء الله ربي يقبض أرواحنا على أحسن حال، يعني ماذا بك ساجدين، يعني لأنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. وقتاش يكون الإنسان قريب لربي بزاف كيكون ساجد. نسأل الله أن يقبض أرواحنا ونحن في حالة سجود أو على أحسن حال، أو على أحسن حال. قولوا آمين. الله يبارك. طيب إذن المريض ما عنده عذر، شرحنا الآن صلاة المريض والعاجز، كل هذا شرحناه في آخر درس. الآن في درس اليوم رقم 29 من دروس الفقه المالكي نقرأ الصلوات غير المفروضة، يعني النوافل. طبعا هي كثيرة، نحاول بقدر الإمكان في حدود الوقت المتاح أن نشرح هذه الصلوات. الحمد لله رب العالمين، قدر الله عز وجل واقتضت حكمته باش تكون هناك الفريضة وتكون هناك النافلة. ذي رمضان كما درنا في الدرس اللي فات الاستعداد لشهر رمضان، الله يبارك، شهر رمضان فريضة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخر الآية. وربي كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن أيام هذه اللي يصوموا الناس في شعبان هذه نافلة. وبعد شعبان بعد رمضان كاين شوال، 6 أيام من شوال هذه نافلة. وكاين الاثنين والخميس هذه نافلة. 3 أيام من كل شهر هذه نافلة. 9 وعاشوراء نافلة. يوم عرفة، صيام يوم عرفة لغير الحاج، اللي يكون في الحج ما يصومش. وهذا أيضا من تيسير من الله عز وجل، من تيسير الإسلام. طيب سيدي، يصلي غير الحاج يصوم يوم عرفة يسعد وربي يغفر له السنة الماضية والسنة القادمة، يعني 2 عامين يسعدنا. هذه كلها نوافل باش ما نغفلوش عليها جماعة الخير. شغل واحد يدير 2 كونت، عنده البريمي كونت هنا، دوزيام كونت هنا، إلا خلاص هذا ما يكفيش يجبد من هذا. يوم القيامة كي حنتحاسبوا على الفريضة والنقائص اللي درناها في الفريضة. كيف تجبر الفريضة؟ بالنوافل تجبر. ديجا الآن بعد كل صلاة ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة، عقب كل صلاة واش نقولوا؟ استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اي غير نبقى استغفر الله، يعني ربي يسمح ماذا نبدا نشوض، ماذا نبدا ونخشي على مليح، ماذا نبدا نسخص ديال الركوع ماشي كومبلي، ان السجود يخصنا تخص تظليت عندها تخص ادينا استغفر الله استغفر الله استغفر الله هكا. وبعدين اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. وبعدين اللهم اعني على ذكرك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل، إن يا معاذ والله إني لا أحبك، إن يسحم لك يا معاذ لا تنسى دبر كل صلاة تسيرا مثفك تظليتك دينير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربي عوني باشك عبدا باشك شكرا باشك ذكرا باشك شكرا باش أكعبدا وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جماعة الخير، ثقي لون من ألوان جبر الصلاة أنجبر أين يخصن ديال الظليث. إلا والجبر وايض سنافلة يوم القيامة من تحاسب في الظليث. بالمناسبة تم زواروث فان تحاسب تم زواروث. وما إلى ذي المعاملات وكالدماء، إذا من حذر يا جماعة الخير، الدماء إزهاق أرواح الناس. نعم ذي العبادة الساعة، ولكن دي وين نظن الدماء، والعياذ بالله ربي إن شاء الله نجينا جميعا من هذه الموبقات. لذلك يا جماعة الخير أنه أين يخص دي الظليثني الفريضة تجبر بصلاة النافلة الخير الربح صافي.
الموضوع بوسا له أهميته، يسعى أهمية كبيرة وكبيرة جدا. أنفذوا على بركة الله. الصلوات غير الفرائض لانت النوافل المؤكدة ثلا الرغيبة ثلا أمي قارن ذا السنن المؤكدة. أنزيد نشرح يوث في حدود الوقت المتاح. نبدأ بالنوافل المؤكدة. ثم زورو ثم ديال النفل، نافلة القول معنى الزيادة ذي قوين يعني تعرف، وذاكي المراد بها ما زاد على الفريضة. ثورة نزول وين نزول للمغرب، نزول المغرب وين يرنا ركعتين ثقي ذا الراتبة من الرواتب الموجودة في الشرع. ثقي ركعتين بعد صلاة المغرب، ركعتين بعد صلاة العشاء، ركعتين قبل الظهر 4 ركعات، بعد الظهر ركعتين 4 ركعات. هذا كامل اسمي سنة النوافل المؤكد. أشحال قلنا أد نزوير ثم زواروث قبل صلاة الظهر قبل فظل ثم الطهور والصرام. شرحنا هذا فيما سبق. لماذا سميت الظهر ظهرا أي غير اسمه الظهر؟ لسببين ورث دينين. أي غير فظل ثم الطهور اسمه الظهر. لماذا؟ ساعة سنة السباب. السبب الأول كونها تصلى في الظهيرة. السبب الثاني أنها أول صلاة ظهرت. بارك الله فيك. الظهر تصلي تنزل ذي الوقت من الظهيرة الزوال. سباثي السناث ذنتساثي تصلي ثان زواروثي دي ظهرا يقزول جبريل معك النبي صلى الله عليه وسلم تسام ذو الظهور، ماشي للفجر ماشي للعصر ماشي للمغرب ماشي للعشاء، ذو الظهور. هكا جماعة الخير. ولكن في حاجة وكذي غرما الذين يعني يقضيوا صلاتهم صلوات الفوائد اشنو نوصل غرازيش وكذا ثورة غرما تظل ثيو. ما يفذا سي طهور يجوز، ما يفذا سي الصباح يجوز. يعني الزمر ثورة يوان هذه كثورة هذه الظال الصبح فريضة وذرنو طهور العصر المغرب العشاء. العشاء 4 ركعات الشفاعة الوتر خاطي. ها ثاني زول يونواس يولي من يجهد هذه يرنو الصباح نهار الفجر طهور العصر المغرب العشاء. ها ثاني زول يومين. ولا نغشي ديال رمضان ساعة العزيمة أكثر لأنه قاذي يغرمن 5 أيام ذيك يونواس. إما إلا نوري زميرة لك كيني نقول تظلي تسلمو تظلي ذا ثاقيس جوز. مي تزول الصبح بواسا أتزل الصبح نيعدان فائتة. تزول الطهور بواسا أرنو طهور نيعدان. العصر كيف المغرب كيف العشاء كيف أثن كولاس تغرمض يونواس. إما تفضي ذا غرام خاطر هذا أيضا سؤال يرد بكثرة. إنك ما فدي غلا غرمض تظليت إنك تولى في 20 سنة يسكيلك شاك جور يوميا أغرمض تظليت. الجواب لا. في كوالا سير تعيض وتزمير ضارا الظل كان تيزولا بوسا وتزلار تيزولا وغرمانة. يعني واحد كي يبدا يغرم في الصلوات يقضي في الصلوات نتاعو يقضيها بعدة طرق. الطريقة الأولى أن كل صلاة حاضرة يقضي معها صلاة فائتة. معناه من الصبح إلى العشاء يكون قضى نهار. وكان طريقة أخرى حلوة سهلة مهلة أي واحد يلقى الوقت في أي وقت حتى في الأوقات التي تكره فيها النافلة ولكن قضاء الصلوات يجوز. واحد ينوض يصلي ضرب يصلي الصبح نغ الفجر الظهر العصر المغرب العشاء هو صلى نهار. إذا كان حسب اللي راه مجهد لاباس به يزيد نهار واحد آخر عادي. ولكن ماشي كي يبدا يقضي الصلوات معناتها يقضيها حتى يموت، لا كي يعيا ما يقضيش. زيد أكثر من ذلك من باب الأمانة العلمية هناك رأي فقهي آخر يقرر أن النوافل تجزئ. صلاة الفائتة لا تقضى بأي صلاة هكذا يقول هذا أصحاب هذا الرأي. إذا يقول لك الإكثار من النوافل
التفضيل، ولكن ولزمي غير نقضونها شويه أكثر من النوافل. هذه تظل الرواتب، هذه تظل السنن المختلفة، سنن ذات السبب كما سنن الوضوء، سنن دخول المساجد، وهكذا وهكذا كما سنشرح بعد حين. طيب صافي، إذن ثم زوروث قبل صلاة الظهر فاقي ثلاث الرواتب، إما تزاد ركعتين أو 4 ركعات، تصلي ركعتين أو 4 ركعات قبل صلاة الظهر، فاقي النوافل، وتسمى الرواتب خاطر متصلة بالصلاة الفريضة، متصلة بصلاة الفريضة. في السناث بعد صلاة الظهر تصلي الظهر، صلي 2 ركعات ولا 4 ركعات في كذا الرواتب. ما زول السناث الله يبارك، ما زول 4 الله يبارك. هذه وردت وهذه وردت. 3 قبل صلاة العصر، ركعتين قبل صلاة العصر. أكم تسمعوا هنا كي ندخلوا مثلا المسجد والشيخ يأذن، صلي ركعتين، هذه رتيبة. زيد بعد صلاة المغرب، نافلة الراتبة بعد المغرب، الزلط بعد صلاة المغرب صلي ركعتين، فقي 4 في 5 بعد صلاة العشاء. كي نصليو العشاء يا إما تزيد تصلي ركعتين وتزيد الشفع وتزيد الوتر، ولا تصلي الشفع والوتر وخلاص، ولا ما تصلي لا الشفع ولا الوتر، خليهم أخرهم إلى غاية ما قبل الفجر. هذه سأشرحها بعد حين. هذه 5. وطبعا لتحصيل هذا الأمر المندوب وهذا الندب تكفي الركعتان، المينيموم 2 ركعات تسلم الله يبارك. في 6 صلاة الضحى. صلاة الضحى تقريبا 20 دقيقة بعد الشروق، يكشم وقت الضحى، تظلي الضحى نغ الضحى، أقلها 2 ركعات وأكثرها 8 ركعات، ومن زاد على ذلك فجائز. في الفقه المالكي انك تظل 3 ركعات، المينيموم ماكسيموم 8 ركعات. نتزلط مثلا في 7، في 7 ونص، في 8، في 9، في 10، في 10 ونص، في 11، وكياك الوقت، وكياك وقت تجوز فيه صلاة الضحى. 6 ركعات المينيموم، الحد الأدنى 8 ركعات. وما إلى الزقضض لا كراهة في الزيادة. هكا الله يبارك التفضيون. اسمحوا لي اللي رتريتي يعني هذه المرة كنت نفكر، فالتقيت بصنفين من الناس في يوم واحد. الصنف الأول اللي رتريتي من المصلين المؤمنين، الصنف الثاني الآخرين ربي يهديهم. هذوك اللي مؤمنين وكذا يفرح بالرتريت نتاعو. أولا العبادة الله يبارك يعطي لها ما شاء الله. وجاء هذا سألني قال لك اعطي لي كاع واش كاين في الشريعة كاع نديرهم 100%. ولا غير تفرح يا جماعة الخير، سيدي بروجي. قد كنت الخدمة في الإدارة، واللي يخدم في الإدارة على باله كل شيء رابيد، الملفات والمشاكل وكذا يا هكذا. قال كذا كل الحمد لله كنت نصلي والحمد لله. الآن أرني في لاروتريت حبيت نراترابي كاع النقص اللي كاين في العبادة نتاعي في أمور الدنيا. قال كان نحوس خدمة، نخدم خدمة أخرى، إلا ما كاينش يخدم البحيرة يخدم مادام عطاله ربي الصحة. شوفهم ديروا ريتريتي مازالوا بصحته ما شاء الله، يقدر يروح يحتطب، يقدر يدير البحيرة، يقدر يدير التجارة، يقدر. هذا النوع ممتاز. ونفس هذا النوع كاين منهم اللي يقول لك والله ما عندي الوقت درك، خاطر درك اللي عندي خدمة بزاف، صلة الأرحام والزيارات العائلة، ويدخل ربما في إصلاح ذات البين، يزقول الناس باش يروح يفري المشاكل ويخدم الخير يعني ما شاء الله. هذا الصنف ربي يجازيه خير. وكاين صنف آخر ربي يهديه ديغوتي، يقول كي كنت نخدم نشغل روحي
بالخدمة وضرك الوقت ما حبش يمشي، راه حابس، واش ندير؟ ما كان والو، راني اونغواسي، راني مستريسي. ولا يروح لي جاردان بيبليك باش يلعب الكارطه والديمينو. وعلى بالكم واحد منهم قال لي والله غير 9 سوايع نلعب الديمينو ما فقتش. هذه شهاده محزنه جدا. قال لك 9 سوايع على كثر الديمينو نورمال. وطبعا لا حول ولا قوه الا بالله، يسمع الاذان ولا مية عجبه. راك درك وصلك ربي سبحانه للتقاعد يا سيدي، تروح للجامع وتصلي وتقرا القران وتحفظ القران. حاول تعوض ما استطعت لذلك سبيلا، وربي يعطي لك البركه في الصحه والبركه في الجهد والبركه في الوقت. جاب لي ربي رساله وصلت اليكم والينا جميعا. اذا صلاه الضحى خطر ضحاياكي ربما سمحوا لي نكون معكم صريح، يعني ربما امثالنا نصليوها ولكن ماشي دائما بصراحه. يا حسره تجري خاطر ما زلنا في وقت الجريه هذيك الكبيره. اجري الحق يعني، ولكن احيانا واحد يخطف ركعتين 4 6 الى اخره. وفي رمضان ان شاء الله نزيد نجدد العزيمه، خاطر رمضان يعني يقول لك شهر العباده بامتياز. طبعا العباده في كل الشهور ماشي غير في شهر رمضان، ولكن في رمضان الله يبارك البركه نتاعو تعرفوها جميعا. اسال الله ان يبلغنا رمضان، مازال ما لحقناش ولكن ربي يبلغنا. طيب يا سيدي، في حديث ابي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان قال كي يصبح، يعني يصبح رجع اعطى له ربي صحته، اعطى له ربي. قالوا كل سلامه من احدكم صدقه، لازم يتصدق. فكل تسبيحه صدقه، كي تقول سبحان الله هذه صدقه. وبعدين وكل تحميده تقول الحمد لله صدقه. كل تهليله تقول ايضا صدقه لا اله الا الله. وكل تكبيره الله اكبر صدقه. وامر بالمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا يجزي من ذلك ركعتان، يعني الحد الادنى واحد يصلي 2 ركعات نتاع الضحى وذلك يجزي. حديث ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي. شوف يقول خليلي، وهذا ابو هريره رضي الله عنه وعن جميع الصحابه. اوصاني خليلي، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ب3. اعطى له ربي النبي صلى الله عليه وسلم 3 وصايا. قال لك لا أدعهن حتى أموت. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال لك ما نخليهاش حتى نموت. 3 الوصايا ونتسجى غير المموثة. ذا شو ثنت يناد ثم زواروث صوم 3 أيام من كل شهر. هذه تصوم 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض. في السنة صلاة الضحى. صافي أبو هريرة إنك أوصاني خليل، يعني كنت تسجى غراك. وفي 3 ونوم على وتر، لا يضيع صلاة الوتر، خاطر آخر صلاتنا بالليل هي صلاة الوتر. ممكن الإنسان يأخر صلاة الوتر، يجوز يقول لك نوض قبل الفجر ونصليها. إذا كان واحد يعني بيبري برك خير يصليها، يعني كان يقول نخليها مع الفجر ولا قبل الفجر وبعدين يقعد حتى 8 غير 4 ولا 8 ونص نتاع الصباح. راح كلش، راح الفجر وراح الوتر، راح كلش. سيدنا عمر الخطاب كان يصلي يأخر صلاة الوتر، وبكر الصديق كان يصليهم من بعد العشاء عادي. يعني درت هاك مليح، درت هاك مليح. يعني دائما تلقى القدوة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. حديث زيد بن أسلم رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات. 7 النوافل المؤكدة ما زلنا فيها. رقم 7 التراويح في رمضان، تظليثنا التراويح. ودليل مشروعية صلاة التراويح تعرفوه كامل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث أخرجه الإمام مالك في الصلاة. وقفة خفيفة مع صلاة التراويح. والله يبارك صلاة التراويح تكون في رمضان،
تكون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا جميعا من استمع وطبق هذا الحديث، من استمع إلى هذا الحديث وطبقه: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وين يخذ من قيام الليل صليت من التراويح سل إيمان ربي سبحانه، سل إخلاص احتسابا الأجر عند ربي سبحانه، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني فرصة ذهبية باش ربي يسمح لنا، يغفر لنا ذنوبنا التي تقدمت في سالف الأيام. ولكن صلاة التراويح كان واحد التوجيهات خفيفة. التوجيه الأول: لازم نبدأ صلاة التراويح من أول ليلة. علاه؟ أخاطر بعض الناس البرومي جور يكون تعبان عطشان بالك جوعان ويعمر كرش مليح، أبري تجيه الرغبة باش يرقد، وسورتو إذا فتح تلفزيون ولقى كاش حاجة مليحة عجباتو يقولهم كي تبقى 10 دقائق العشاء نوضوني، ومسكين الله رايح. يروح له يقول معليش سي با غراف، راح لي الليله الاولى. اليوم الثاني وحكاو لي بعض الاخوه بالتجربه، قال لك والله غير تروح ضيفها 13 14 يوم ما نصليو التراويح. ماشي اليوم غدو رمضان مازالو طويله سيدي، عليها خويا نبداها من اليوم، خليها غدوه ان شاء الله، غدوه كيف يكون تعبان 3 ايام 4 ايام بعدين نبقى على خير راح كلش. وكاين اللي حتى العشر الاواخر يقول حقا كان فيها ليله القدر. النبي عليه الصلاه والسلام يقول التمسوها في العشر الاواخر من رمضان. الور نو راحوا لي 20 يوم سي بون، درك مرات رابي في 10 ايام اللي بقاو. هذه نصيحه لاخواني ونصيحه لنفسي. اولا ان نبداو الصلاه التراويح من اول يوم. كي نسمعوا الشيخ يقرا في التراويح بعد سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، سورة البقرة، ونعيش معاه من ذلك. يا جماعة الخير التراويح صافي، هذا أول توجيه. التوجيه الثاني نكون حريصين إن شاء الله باش نحضر التراويح كاملة. خطر على بالكم كاين اللي يريح ليه كي يقول الشيخ الله أكبر ويركع، سورتو لي جون لا فيتاس. سمحوا لي الشباب مانيش نقصدكم كامل. كان في واحد المسجد في واحد القرية عنده واحد الشيخ قرن و3 سنوات يصلي في الصف الأول من أول ركعة إلى آخر ركعة، ومات هذا السن الله يرحمه. كي وصل قرن و4 سنين راح. وحكاوا لي في هذا المسجد، طبعا الإمام هو اللي قال لي كي نروح نركع نسمع الشباب يجريوا يسمع لا فيتاس نتاعهم. صافي عطاني هذه المعلومه وعلقت عليها، قلت له علاش ما نكونوش كيما هذا؟ الله يرحمه كان حاضر في هذه الدشره. علاش ما نكونوش كيما هذا؟ عنده قرن و3 سنوات راه يصلي حتى التراويح، حتى الله ربي القوه على كل حال يعني، ولكن عنده الكوراج ايضا، عنده الاراده. حبيت نقول انه نجتهدوا باش نصليوا الركعات هذيك نتاع التراويح كامله، الا اللي عذر. درك اللي عنده عذر الله غالب، هذه ماشي فريضه يا جماعه الخير، رانا في النوافل. عندك ضياف وعندك مريض وعندك شغل عندك كذا، ما عندك حتى حرج. الوصيه الثالثه الركعات نحاولوا نعوضوا في الليل. يا اخي قبل يا اخي السحور، يا اخي نوضوا باش نسحروا، وهذا السن طبعا لازم نسحروا يا جماعه الخير. يا جس في السحور بركه، السحور فيه بركه، وزيد هذا السن صوموا بزاف يعني مفهوم. وعلى فكره الحمد لله هذه الايام كنت نقرا هذوك الدول اللي يصوم 16 ساعه 17 19 20 21 ساعه، وحنا شحال نصوموا تقريبا 14 يا شيخ ولا تقريبا 17. ماذا نقصت لكم شويه يعني صافي 17 ساعه، الله يبارك، والاجر كبير ثاني.
الأجر كبير، والحمد لله نسأل الله التوفيق والتيسير. لذلك الواحد يجتهد باش مع السحور كي ينوض السحر أيضا يزيد يركع ما تيسر من الركعة. علاه؟ لأنه هو ستاج براتيك، هو تدريب تربص عملي تطبيقي ل 11 شهر، يسمى نعمروا وناخذ التجربة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان القادم إن شاء الله تعالى، اللي يساعدنا باش في 11 شهر سهل أي واحد تقول له غدوة اليوم نوض نقوم الليل بسهولة، عندك بروغرام لوجيسيال موجود. إذا كان واحد ماشي موالف التراويح، ماشي موالف القيام، يا حسرة، مستحيل يصلي لك ركعتين زيادة. تلقى بالك عنده 40 سنة يصلي، جامي ينوض قبل الفجر ويصلي ركعتين، جامي جامي جامي. أنا نقول يعني صلاة الليل كما كان يقول عثمان بن عفان، يقول حبب إلي من دنياكم ثلاث: إطعام الطعام، إفشاء السلام وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. وصلاة الليل طبعا هي أفضل الصلاة بعد الفريضة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للتراويح، ربي يشرح يوفقنا لصلاتها. وطبعا عدد الركعات، احنا شحال نصليو 8 ركعات هكا شيخ العشاء، وبعدين 8 ركعات، وبعدين الشفع والوتر هكذا. وكاين مثلا في بعض البلدان يصليوا 20 ركعة، يصليوا 20 ركعة، كاين وين يصليوا 10 ركعات. هذه كلها ثابتة. كي تشوفوا في الحرمين الشريفين الآن النقل المباشر راكم تتبعوه، تشوفوا مشايخ الحرمين في مكة والمدينة يديروا 10 تسليمات، ركعتين 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 ركعتين، معنى المجموع 20 ركعة. إذن الشيء اللي نديروه حنا هنا صحيح، واللي يديروه ليه صحيح، هذه ثابتة وهذه ثابتة، ولكن مليح التوحيد، بمعنى بدل ما احنا في الجزائر نصليو 8 نصليو 8 مع الإمام، اللي بغى يزيد الوتر ما يصليهاش، يوصل برك للدار يكمل يزيد 30 40 براحته. ميم إذا كان صلى الوتر ينوض قبل الفجر مع السحور يصلي 8 10 12 40 وهكذا. إذن هاو كملنا رقم 7 صلاة التراويح. رقم 8 تحية المسجد، هذه أيضا نافلة، كي دخلتوا يا أخي صليتوا ركعتين، وكاين اللي ما صلاهاش. إذا كان لحقت مباشرة مع الفريضة، الفريضة تجزي، خاطر لا صلاة إلا القائمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما تماشي ندخلوا للجامع ونسمعوا الشيخ يقول قد قامت الصلاة وحنا نصلي ركعتين، لا لا ما تصليهاش. درك الآن مازلنا العشاء، اللي يدخل درك يصلي ركعتين، ثقي قارناس تحية المسجد، هذه الزار 6 ركعات. وقارناس الفقهاء نافلة ذات سبب، يعني أنه اللي يدخل المسجد بنية المكوث أو المكث، لا بنية المرور أو العبور، هذاك اللي يصلي ركعتين. درك حنا مريحين، يجي واحد بغى يدخل منا ويخرج من لهيه، ما بغاش يدور كاع الجامع، كاين باب لهيه الشيخ يا أخي، يدخل منا ويخرج من لهيه، ما عندوش النية باش يريح، هذا ما يصليش ركعتين. ماشي مجرد دخول المسجد، لا، دخول المسجد بنية الجلوس، بنية البقاء، المكوث، فهمنا؟ ماشي بنية العبور، وإلى صفي الخدامة اللي يخدموا في الجامع، هاو داخل هاو خارج يرفد الماء ويحط الماء، هذا ماهوش بنية الله، هذا خدام. مليح يصلي ركعتين في البداية هكذا، مليح إذا كان في يسر من أمره، ولكن ليس شرطا، أليس ممكن ما يكونش على الوضوء أصلا، فبالتالي كاش خرج. طيب سيدي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي قتادة الأنصاري، يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. الحديث صحيح، أخرجه الإمام مالك. كي تدخل المسجد بنية المكوث قبل ما تجلس
صلي ركعتين. طيب، ابن عرفة قال لكل مسجد تحية، وتحية المسجد الحرام الطواف. يعني الجوامع كامل وين تدخل تصلي ركعتين، ولكن إذا كان دخلت المسجد الحرام بمكة المكرمة تدير الطواف حول الكعبة 7 أشواط. 7 أشواط، وكي تكمل 7 أشواط تصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. ثم في مقام إبراهيم تصلي ركعتين، ولا خلف مقام إبراهيم تتجه للكعبة المشرفة وتصلي ركعتين. الركعة الأولى بسورة الفاتحة وسورة قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بسورة الفاتحة وسورة قل هو الله أحد. ممكن تقول لي الطواف درك يصح لك مع الغاشي بزاف، كي تدخل قبل بالك ما دير الشوط الأول ديجا أقيمت الصلاة. إذا كنت في ساعة من أمرك وإذا كان في ذلك حرج صلي ركعتين تجزئان. صلي 2 ركعات، 2 ركعات مزمرة تقمض الطواف. طيب، الآن ويجي واحد يقول لك لا لا أنايا نسيت، دخلت الجامع ونسيت وريحت، كي تتفكر نوض صليهم، ما فاتش الحال ولو طال الوقت. هذا القول الراجح في الفقه، ولو طال الوقت. واحد يجلس ومن بعدين تفكر يقول نسيت ركعتين، ينوض يصليهم، ما فاتش الحال. إذا كان جلس 10 دقائق، 4 ساعة، 20 دقيقة تفكرهم، ينوض يجيبهم أيضا، لأنه نسيان، والإنسان نسى والحرج مرفوع عنه. ولكن إذا كان دخل المسجد وأقيمت الصلاة الفريضة، هنا يصلي هذه الفريضة، لا صلاة إلا القائمة. وأكثر من ذلك عنده حق يجوز باش يجمع بين النيتين، نية الفريضة مع نية النافلة تحية المسجد. رقم 9 صلاة التهجد. نعم. أيوة، عليك نور، بارك الله فيك. إذا لقيتو الشيخ يدرس هنا ادخل تصلي ركعتين. إذا كان الإمام طلع عليه في المنبر ادخل وريح. أنا على بالي بلي راكم تشوفوا ناس وتجي وتصلي، هدي فا يجي يصلي قدامه هنا. هكذا يجي أوروطار ما يسمع الدرس ما والو، وزيد يجي قدامه الله أكبر. يعني يزايد بالسنة، والمزايدة بالعبادة لا تجوز. خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلام الإمام يقطع الكلام. بدأ الشيخ يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يكفى ووال شو مدور طار ريح. ميلا ذي الدرس عادي، الدرس ماشي ذي الفرض، ماشي ذي. وحنا كي تكلمنا على صلاة الجمعة هنا في الحلقة في المسجد ما قلناش باللي درس الجمعة فريضة، لا، درس الجمعة يلها غير الوعي الفهم غير المسني، هذا ما كان، وهو مشروع جائز. ولكن خطبتين، هذا هو الجواب يا أخي، صافي من الأدب. وقد قلت له لإخواني الكرام فيما سبق، مليح نتعلم العلم ومع العلم الأدب. هكا الآن لو كان يدخلوا 10 من الناس يقدروا يصليوا صلاة المغرب جماعة، ولا يصليوها كل واحد يصليها وحده؟ كيف يا جماعة الخير؟ دخلوا 10 من الناس أوروطار، جاوا من الكار ونزلوا وما صلوش المغرب،
يسكو يصليوها جماعة يديروهما إمام وحدهم قال أخويا صلي بينا، ولا كل واحد يحكم بلاصة نتاعو يصلي وحده؟ أعطيكم الصح صاحت. هذا موجود في الفقه المالكي. وقلت كي ذكرنا هذا الموضوع علقنا عليه، تذكرون هذا المسجد عنده إمام راتب، إذن صلاة الجماعة واحدة. إذا جو في 10 ولا في 40 كيف كل واحد يصلي وحده. شفتوا كاين العلم وكاين الأدب. لو كان يولي كل جماعة تصلي وحدها واش كاين؟ ممكن يجيو ناس يقاريو لهيه يقول جماعة ما تفوتناش يصلي، وبعدين تلقى من المغرب إلى العشاء جماعات 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 جماعات. وظلكم بعد تصوروا كيفاش يكون جماعة هكا، تسمعنا جماعة ولهيه جماعة، ما سمعوش بلي كاين جماعة هنا. وأحيانا الإمام يروح يقول لهم يا جماعة روحوا هنا جماعة. لا إله محمد رسول الله. وحكيت لكم ماذا حصل في الأزهر الشريف. هذوك الجماعة اللي خرجوا اللي دخلوا المسجد قال الله يرحم الإمام مالك اللي رباكم كيفاه يكون مع العلم العبادة ومع العلم والعبادة الأدب. طيب يا سيدي، الآن نروح رقم 9 التهجد صلاة النافلة بالليل. راكم الله يبارك في العشر الأواخر كان صلاة التهجد، ليس كذلك؟ يعني ينوضوا الناس الله يبارك قبل. وكاين في بعض المناطق مثلا في الحرمين وقتاش يبداو التهجد؟ على الساعة الواحدة. على الساعة الواحدة يبداو صلاة التهجد. واش خلي يصليو؟ 10 ركعات ولكن طويلات، 20 ركعة في التراويح بعد العشاء، وزيد الساعة الواحدة 10 ركعات طويلة في القراءة، طويلة في الركوع، وطويلة في السجود. يعني تقريبا واحد ساعتين تقريبا. مع انتهى الخير ربح ما شاء الله. وحتى هنا أيضا في الجزائر وفي سائر البلدان صلاة أولى الإنسان ينوض وحده مع السحور ولا قبل السحور طبعا، ويصلي ما يتيسر. وطبعا صلاة التهجد متى تكون وقتها؟ في الثلث الأخير من الليل. صليها في الدار، ولكن كاين وين في المساجد يصلوا صلاة التهجد. صليتوا الشيخ هذا العام اللي فات؟ صليوها والحمد لله. يعني كاين مساجد هنا في تيزي وزو اللي صلاو صلاة التهجد، يجيبوا لنا سحور يديروا كلش وكذا. هذا السنة غير يكون معاهم يعني هكذا. الله يبارك. واللي ما قدرش يجي ولا يصلي في الدار يصلي مع أهله. وحتى صلاة مع الأهل ثاني مليحة يا جماعة الخير، خاطر الأهل ثاني مساكن مشغولين بزاف بالشربة بالمواعن بكذا. يعني أحيانا إذا كان شفتوهم يعني يتهاونوا ولا لا حرج باش تقول لهم اليوم نصلي صلاة التهجد معكم، صلي بهم إماما هكذا. طيب ولكن بالنسبة للنوافل يندب الجهر بالنوافل الليلية، وأما النوافل النهارية تكون سرا. يعني اللي يصلي صلاة الضحى 8 ركعات ولا واش يصلي، والرواتب نتاع الظهر كما شرحناها قبل الظهر وبعد الظهر وهكذا إلى آخره تصلى سرا. أما بالليل يندب، يعني هذا أمر مندوب أنها تصلى بالجهر. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يعني هذه نتاع التهجد، معنى 10 ركعات. هو يقول ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، يعني تقصد بها الرغيبة. معنى يصلي 10 ركعات وبعدين يصلي الشفع ركعتين ويصلي الوتر ركعة واحدة ويختم بها الليل. هذه كلها اللي ذكرناها النوافل المؤكدة كملناها. الآن ندخل في النوافل الرغيبة. الرغيبة صلاة ركعتا الفجر، حنا في المالكين اسمها الرغيبة. يكون هكا في اللاحي المستفهم يعني الفجر الصبح أكيد تنفرق يا أكيد الظل تظلت الفجر يقصد السنة، يقصد الرغيبة يجي. وطبعا مدينة الرغيبة معناها فوق المندوب
فوق الندب ودون السنة. يعني في الفقه ما معنى الرغيبة في تعريفها؟ الرغيبة فوق الندب، مرتبتها فوق الندب وتحت السنة. وتحت السنة نكون القراص دون السنة. نقراص الفجر يعني السنة يقين الرغيبة. متى صلاة فريضة قال صلاة الصباح، ولكن دام يمكن تقول صلاة الفجر تقصد بها الفريضة جائز صحيح، ولكن ميزوها أحسن نقول ما السنة الرغيبة ثقي يعني السنة. كانت سيدنا السيدة عائشة في النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين ثم يصلي بعد ذلك صلاة الصبح يعني الفريضة. حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد، يعني تبين حرص النبي عليه الصلاة والسلام ودوام النبي عليه الصلاة والسلام منه تعاهدا منه على ركعتي الفجر، يعني كان يحافظ ويتعاهد صلاة الفجر يعني الرغيبة. وإذا أقيمت الصلاة، واحد إذا كان دخل نتكلموا على رغيبة الفجر، واحد إذا كان صلاها في الدار، صلى الفجر هذه الرغيبة في داره وبعدين يدخل المسجد، هل يصلي ركعتين تحت المسجد؟ لا يصلي أيضا، يصليهاش، صلى الفجر في الدار خاطر ما كاينش النافلة بعد ذلك، ما كاينش النافلة. من صلى الفجر في بيته ثم أتى المسجد ولم يقم لصلاة الصبح فإنه يجلس ولا يصلي تحية المسجد حتى تقام صلاة الصبح. لماذا؟ لأن تكره الصلاة النافلة في هذا الوقت. طيب إذا كان واحد دخل المسجد وما صلاش الفجر، طبعا يصلي الفجر، يقدر يصلي تحية المسجد ويصلي الفجر. إذا شاف روحه بلي يلحق، هو يعرف مدة الانتظار اللي يديرها الإمام بين الأذان والإقامة. ولكن إذا كان هو دخل وسمع الشيخ يقول قد قامت الصلاة، واش يدير هنا؟ هل يروح يصلي ركعتين خفيفتين تاع الفجر وبعدين يلحق الإمام يقول لك يا حسن نصليهم ألاز، يدخل الصف؟ متفقين معاه؟ صح، يتفق الفقهاء. الآن لعلكم تختلفون في المسألة الثانية، والفجر هذيك اللي ما صليهاش كي يكمل الشيخ صلاة الصبح، هل ترى يصليهم هنا في الجامع ولا بعد الشروق ولا وقتاش؟ نعم الشيخ ما يصليهاش، وقتاش يصليها الفجر هذيك؟ يصليها بعد طلوع الشمس. نعم أرحت له هكا جماعة الخير، ولكن في المذاهب الأخرى يجوز. شوف باش علاش نقول هذا الكلام، خاطر باش نكونوا ميثوديك، نتكلم على المنهج مذهب معين التوحيد، خاطر كل ما يكون التوحيد كل ما يكون التواصل وحدة الصف بين الناس، أليس كذلك؟ كل ما هذه ما كانش كل ما تتخلط كاع الدعوة، تتخلط الدعوة، أليس كذلك؟ وإلا لا خاطر الشيخ دار الإقامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا القائمة. صلي قبل ما يقول الشيخ، قبل ما يدير الإقامة الشيخ تدخل أنت على بالك كل يصلي في المسجد على باله مثلا الشيخ يستنى مثلا 10 دقائق ولا ربع ساعة، وانت شفت الساعة دخلت الشيخ ما وقفش باش يصليهم، وكيف تدخلت خلاص دخلت كمل صلاتك، يعني دخلت تصلي ركعتين. ولكن إذا بدأ الإمام قبلك بدأ دار إقامة الصلاة فلا صلاة إلا القائمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقنا؟ والفجر وقت تصليها بعد شروق الشمس. ولكن من صلاها بعد الإمام مباشرة بعد الصلاة تجزئه خروجا من الخلاف أو مراعاة للخلاف. وعلى بالكم هذه مراعاة الخلاف هذه من الأصول المنهجية في المذهب المالكي. لو كان نقول لك مثلا صلاة الجنازة
كيفاش تصليها. خروجا من الخلاف يا خويا 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى واش تقرأ؟ سورة الفاتحة. هذه لم ترد في المذهب المالكي، ولكن مراعاة للخلاف نقرأ بسورة الفاتحة مراعاة للخلاف. كما موضوع زكاة الفطر، هاكم تعرفوا كم زكاة الفطر اللي خرجها من قوت أهل البلد تجزي. الزبيب ولا الشعير ولا القمح ولا السميد ولا التمر ولا واش ياكلوا الناس، ولا الروز وين ياكلوا الروز، واللي خرجها نقدا تجزي. السلام مراعاة لهذا الخلاف ولمصالح أخرى ما هوش الآن حديثنا عليها. صافي هذه مراعاة الخلاف يعني أمر مهم جدا لا بد أن يراعى. تصلي إذن بعد التكبيرة الأولى تقرأ سورة الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية صلاة الإبراهيمية، بعدين بعد التكبيرة الثالثة دعاء الميت، وبعد التكبيرة الرابعة دعاء الميت، وبعدين تسلم والسلام. إذن وحديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهمنا الآن اللي دخل وهو ما صلاش رغيبة الفجر ودخلت الصلاة المكتوبة وسمعنا الإقامة خلاص فلا صلاة إلا القائمة، تدخل مع الإمام والرغيبة نتاعك تصليها بعد طلوع الشمس. حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدها ما تطلع الشمس. وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي في باب الصلاة. حديث أيضا مع الإمام مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه فاتته ركعة الفجر، فاتته. عبد الله بن عمر من هو في حرصه على الصلوات والعبادات والاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. خطر تقضى من الزوال في 8 في 9 في 10 في 11 مادام ودي بيض الزوال زليفت هكذا وين يخدم قراص ماتين غاشوس قرات روحي الفجر تزار. ولكن ماشي مع يستلقى رخصه معناتها الانسان دائما تيخدم كني هذا ديدن وهذا منهجه. حديث اخر ذكرنا حديث النهي كراهه النافله. حديث ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا الحديث سبق تخريجه وقد ذكرناه قبل حين. الآن قلنا النوافل في السر والجهر ذكرنا هذا. يندب إسر النوافل النهارية، النوافل اللي ذكرناها قاعد ذكر الرواتب قبل الظهر وبعد الظهر وقبل العصر وبعد هذه كامل الصلوات، وصلاة الضحى ركعتين ولا 4 ولا 6 ولا 8، هذوك الصلوات النهارية كامل النوافل النهارية يندب أن تصلى سرا. ولكن بالنسبة للنوافل الليلية يندب أن تصلى جهرا، فذلك أدعي الخشوع ويخشع الإنسان أكثر وأحسن. الآن جيم أخيرا السنن المؤكدة. نبدأ بالوتر، صلاة الوتر. صلاة الوتر يا جماعة الخير دليل المشروعية حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، وقد ذكرنا هذا الحديث قبل حين. الوقت نتاع صلاة الوتر من المرة يفذو أذ يفذو بعد الشفق الأحمر، يعني بعد غياب الشفق الأحمر صلاة العشاء السنة. هذا وقته الاختياري يمتد إلى غاية طلوع الفجر، يعني من مغيب أو من غياب الشفق الأحمر إلى غاية طلوع الفجر يكون وقتاقي غزيف هو الوقت الاختياري لصلاة الوتر. وطبعا الفقنة شو معنى يصل الوقت الاختياري والوقت الضروري نشرحيتي دي دروس نيعدان أكام طهور مدماريك شم وقت طهور ماشي لغاية ثمين قد ظل. طبعا أفضل الأوقات يعني أول الوقت وقيل وقت الفضيلة، ولكن بعد ذلك في الوقت الاختياري الزلت. ولكن مثل الله يبارك الزلت في وقت الطهور ما يدنا كيف الوحدة غير لا في الوحدة ونص في الزوج ونص في 3 ونص 4 يكل وقتاقي وقت اختياري للظهر، يعني تزلظ في أي وقت
تجزي صلاتك يعني صحيحة ما شاء الله، وزيد حاجة أخرى ثويض تنال أجر من صلى الصلاة في الوقت، مصداقا لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تزور في الوحدة ونصف، في الزوج، في الثلاثة، في الربعة عادي، في أي وقت أوقعت صلاتك فقد أديت صلاتك في الوقت الاختياري وتنال الأجر كاملا. ولكن أول الوقت هو أفضل الأوقات. أولا كي شرحت فيما سبق معناتها ماشي ستريد خدام الغاشي خدمن لاشينر وراك سيدا جماعة ضبرتي قراين وين الترجمة ضروحها غا الجامع واتزلغ ودو غالغ نغدي سفيطر ترجل واد السر ومواتي سيغنيت واد كذا نغدي زاناليز أرجو إنكس لي غي الشيخ روح الزلغ. جماعة الخير ذي الفقه ساعة، في الفقه ساعة، وإلا مين اللي يحضر في المحاضرة في الدرس الرياضيات والعلوم يقول الشيخ أو أذن الشيخ يلا نروحوا نتوضا ونصلي وبعدين نرجعوا. تكوال المزايدة لا تصح. لذلك دائما نقول لكم يا جماعة الخير نتعلم العلم ومع العلم الأدب. هكا يا جماعة الخير هذا في الأمر يسعى. إذا كان الإنسان راه الله يبارك على بسط راحة كما يقولوا واش يدير يريح يضيع وقته؟ لا، يصلي الصلاة في أول وقتها. إذن صلاة الوتر الوقت الاختياري يبدأ من بعد الفراغ من صلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى غاية طلوع الفجر وقته الاختياري. أما الوقت الضروري يبدأ من طلوع الفجر إلى غاية الفراغ من صلاة الصبح. صباح الصبح انتهى، هذا وقته الضروري. وطبعا يكره تأخير صلاة الوتر إلى الوقت الضروري إلا لمسوغ شرعي. في دقائق معدودات نتحدث عن سجود التلاوة، وهو أيضا سنة مؤكدة. سجود التلاوة دليل المشروعية إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، في سورة مريم الآية 58. وحديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد يعتزل الشيطان يبكي. وعلمكم الشيطان قصة طويلة معروفة حينما أمر بالسجود وأبى، الحكاية القديمة، فاستحق اللعن واستحق الطرد من رحمة الله. الشيطان كي يشوف الإنسان يسجد يعتزلك لو يبكي يحزن يقول على روحه يعني يتزمي ماني سين قاركني يقار أمر ابن آدم ربي يمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، ولكن أمرت بالسجود فعصيت فلي النار. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في باب الإيمان. فهمتوا يا جماعة الخير سوى سجود التلاوة؟ وكم تحضروا إن شاء الله نعيشوا مع القرآن الكريم في هذه الأيام المباركات في شهر رمضان المعظم. جماعة الخير الشرك يوصل للسجدة يسجد ونسجدوا معه. الآن باش نختموا هذه المسألة نقولوا ما هي مواضع السجدات وين جاية. أولا السجود هذا سجود التلاوة سنة مؤكدة، كاين 11 موضع، وطبعا كاين مواضع أخرى في المذهب المالكي هي منسوخة وعندهم أدلتهم في ذلك، ولكن نذكر هذه 11. وطبعا من الأدلة ذكروها دليل نسخها عمل أهل المدينة. قال لك هذه الأمور ليس من الأمور التي تخفى، وأنتم عارفين من أصول المذهب المالكي عمل أهل المدينة. وطبعا شرحنا هذا فيما سبق. خاطر الآن جماعة الخير ممكن واحد يقول شكون هذه المدينة وعمل أهل المدينة وكيف يعني مرجع. لذلك القراية هي تحت تنحلنا كاع المشاكل هذه. وكما ذكرت قبيله في القواعد الأصولية في الاستنباط وكذا، إذا كان عندك قواعد تاع الاستنباط ما كان حتى مشكلة. إذا غابت هذه القواعد
وتاخذ الحديث وحده وتطبقه كما قلنا بلا في صلاه النافله كي تدخل المسجد وكذا والامام يخطب ولا كذا في وقت النهي الى اخره. هذا كله ذكرناه. ما هو المخرج؟ نقرأ هذه القواعد وهذه الادوات وان شاء الله تعالى ما يكون غير الخير باذن الله تعالى. مواضع السجدات في القران الكريم 11 موضع. الموضع الاول موجود في اخر الاعراف في الايه 206 ويسبحونه وله يسجدون. الموضع الثاني والسين في سورة الرعد عند دين ربي بالغدو والآصال. سورة الرعد نقرأ فقط آخر الآية سورة الرعد الآية 15 وحيل هذه الإحالات باش كل واحد يرجع لها بسهولة. إذن الموضع الأول سورة الأعراف الآية 206. الموضع الثاني سورة الرعد الآية 15. الموضع الثالث سورة النحل الآية 50 ويفعلون ما يؤمرون أو ما يؤمرون. الموضع الرابع في سورة الإسراء الآية 109. الموضع الخامس في سورة مريم خروا سجدا وبكيا الآية 58 سورة مريم. الموضع السادس في سورة الحج إن الله يفعل ما يشاء سورة الحج الآية 18. وهناك من قال بسجود التلاوة في موضع آخر في سورة الحج. الموضع السابع في سورة الفرقان الآية رقم 60. الموضع رقم 8 في سورة النمل رب العرش العظيم سورة النمل الآية 26 هكذا تنتهي الآية. الموضع التاسع في سورة السجدة وين يختمها ربي سبحانه وهم لا يستكبرون سورة السجدة الآية 15. الموضع العاشر رقم 10 في سورة صاد وخر راكعا وأناب سورة صاد الآية 24. الموضع الحادي عشر في سورة فصلت إن كنتم إياه تعبدون الآية 37. هناك من قال بموجودة في سورة الحج في سورة النجم في سورة الانشقاق في سورة القلم إلى آخره. ولكن السادة المالكية قالوا أنها منسوخة والناسخ هنا هو عمل أهل المدينة. الدرس نكمله إن شاء الله الخميس الجاي إذا كتب ربي سبحانه. يعني نحاولوا نعوضوا إن شاء الله ربي يغفر لنا وأنتم ماذا تسمحوا لنا نزيدوا الدرس القادم في يوم الخميس بين المغرب والعشاء إن شاء الله وقدر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوماسيني غد تبدو حوالي 20 دقيقة سكواس مراي دي شرقية طيج أكنية لما ديك الشمس الزوال ثورة في 7 في 7 ونصف في 8 في 9 في 10 يعني ألما ديك الشمس الوقت نتزاول مي قريب الزوال أصحاب الصف الزاد ركعتين نغ 8 ركعات ومن صلى أكثر فلا حرج في ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.